عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفضل الوصفات. أهلا بكم من جديد، وبكم نتجدد، وبكم نعمل أفضل الوصفات. اليوم رايحين نعمل طريقة عمل فول مدخن، طريقة كثير زاكية وبتشهي، وخليكم معنا لآخر الوصفة. رايحين إن شاء الله تعجبكم كثير وتستمتعوا بهذه الطريقة. على بركة الله، خليكم معنا. اهلا وسهلا بكم من جديد في قناة أفضل الوصفات. اليوم زي ما حكينا مكونات عمل الفول المدخن او الفول المدمس على رأي اخواننا المصريين، هي خاصة لهم في قناتي، انها كثير مشهورة عندهم. طبعا فول حب، زيت زيتون بلدي، زيت أردني، بندورة، فلفلة ملونة حسب الرغبة، فلفلة خضراء، ثومة، بصل، بقدونس، طحينية، كمون، ملح، فلفل أسود. نبلش على بركة الله نعمل طريقة فول المدخن. خليكم معنا لاخر الفيديو، إن شاء الله راح نشوفوا طريقة كثير زاكي وكثير بالشهي. إن شاء الله نبلش على بركة الله. طريقة عمل فول مدخن طبعا زي ما حكينا. طيب فول حب. هلا بدنا نطحن الفول حب. طبعا في طريقتين، اما يدوي او على الماكينة على الخلاط، بس احنا خلينا نكون على الطريقة التقليدية. انا بحب احلى واحسن، يعني هيك احلى، بتعطي مذاق، هيك بحس انه احسن. بدناش نعمل على الخلاط، نعمل على ايدينا، نرجع لايام زمان. اهلا وسهلا بكم. نطحنه طبعا لما يكون ناعم تكون اموره اوكي، جاهز ان شاء الله لطريقة عمل الفول المدخن. طبعا مية الفول العلبة، ممكن نجيب علبة جاهزة وتعملها، او تعملها انت بالبيت، تعمل الفول. اوكي هلا نحركه. طحنا الفول بطريقة يدوية، يعني ممتعة. يعني لما تشوف المكونات صار ممزوج مع الفول، ممزوج مع بعض زي هيك بالطريقة هاي، تكون الأمور إن شاء الله جاهزة لعمل فول مدخن. هيك الأمور جاهزة. هلا بنحط القلاية على الغاز، وأهم شيء الزيت البلدي، يعني هو بيعطيه نكهة، بيعطيه طعم. نحط القلاية على الغاز ونحط عليها الزيت البلدي والمكونات على طريقة عمل الفول المدخن على بركة الله. هلا هاي القلاية على الغاز وحطينا عليها الزيت البلدي. الزيت هيك بكون حامي شوي، نضيف عليه المكونات. حكينا بندورة قدر معلقة، فلفل ملونة حسب الرغبة، ثومة، بصل، فلفلة خضراء. بنحرك المكونات بس يعطوا طعم ذهبي هيك على الخضار. نعمل الطريقة الثانية إن شاء الله. اللي صاروا يعطوا اللون الذهبي، يعني تدبلوا مع بعض، الأمور بكون أوكي. ونضيف الفول عليه، فول جاهز بعد ما طحناه بنضيفه عليه. يعني ريحة المكونات، البصل والثوم والفلفل والبصل اشي بشهي، يعني ريحته كثير زاكي. هلا بنحرك. هلا هيك ضفنا الفول زي ما حكينا، وهلا الفول هيك تجانس مع مكونات الخضار اللي حطيناها. طبعا ريحة والله بالشهي. هلا بنضيف، شوف، بنضيف معلقتين طحينية، هاي واحد، هاي اثنين، وايضا بنضيف بقدونس. هلا ضفنا بقدونس، وهلا بنضيف البهارات زي ما حكينا، معلقة فلفل اسود، معلقة كمون حسب، نص معلقة او معلقة، وملح حسب الرغبة. وبنحركهم مع بعض، حركهم مع بعض، حركهم مع بعض عشان يتجانسوا. يعني طعم ان شاء الله لما تعملوها
كثير زاكي وبتغيره عن الطريقة التقليدية. بعد المكونات والفول جانس مع الخضار والريحة الزكية اللي بتطلع من الفول والخضار، نحط فنجان في عليه زيت بلدي أو زيت نباتي مو مشكلة. وهلا نحط بنحط الفحمة، سكر عليه. هلا هيك حطينا الفحمة، تشوفوا كيف الدخنة بتطلع، شايفين؟ طلعت يعني فول مع خضار مع دخنة الفحم، بيطلع فول زاكي كثير كثير روعة. هلا بعد ما بعد ما حطينا الفحمة، طبعا الريحة كثير زكية. هلا بنشوف كثير يعني زي المشاوي المدخنة. هلا شلنا، طلع كيف يعني طعم ممتاز جدا جدا جدا. نرجع كمان مرة عشان يعطي طعم أكثر. هلا طلع الدخنة كيف، يكون جاهز للتقديم، وأكلة كثير شهية وخاصة لفطور يوم الجمعة. هلا هيك جاهزة للتقديم، يعني زي ما انتم شايفين، فيش أي تعليق. إن شاء الله الطريقة راح تعجبكم. هلا جاهزة للتقديم على بركة الله. رايحين نقدم لكم ونسوي لكم شو إشي يعجبكم إن شاء الله. طبعا هيك هلا الفول جهز، يعني صراحة تطلع منه كثير زكي. بنبلش نزينه، نضيف عليه حنية حكينا، ضفنا عليه حنية، نضيف عليه البقدونس، نضيف عليه الزيت البلدي، يعني بيعطي معاه نكهة. هاي حطينا عليه الزيت البلدي، يعني نكهة مع الزيت والخضار والبقدونس والطحينة والفول، شي زاكي وروعة جدا جدا. هلا نضيف عليه الليمون حسب الرغبة. هاي الليمون، نحكي لكم صحتين وعافية. إذا عجبكم الفيديو بالطريقة اعملوا لنا لايك وكومنت وتشير واشتركوا بقناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصحتين وعافية. نتمنى لكم عطلة سعيدة وجمعة مباركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة. السلام عليكم.